المشاهدون الأكارم، سعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إرتريا، نستهلها بالعناوين. فخامة الرئيس أفورقي يقوم بزيارة عمل رسمية إلى السودان. تزايد عملية استخدام البذور المختارة في الإقليم الجنوبي. تنظيم ورشة عمل لتطوير النشاط الثقافي الفني في الإقليم الأوسط. القاعدة يعلن مقتل نحو 20 جنديا مسلحا في هجمات ضد دول الساحل. الرئيس المجري يتحدى أوروبا ويتباهى بالنفط الروسي. وأستراليا تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. يقوم فخامة الرئيس أفورقي بزيارة عمل رسمية إلى جمهورية السودان بدعوة من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تعبيرا عن دعم حكومة وشعب إرتريا لشعب وحكومة السودان. وكان في استقبال الرئيس السياسي أفورقي الحافل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وأعضاء مجلس السيادة السوداني وكبار المسؤولين بينهم وزراء. وبينما كان الرئيس السياسي والفريق أول البرهان يتجولان في الشوارع الرئيسية بمدينة بورسودان، ردد آلاف الأشخاص هتافات تشيد بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين إرتريا والسودان والدعم المبدئي من شعب وحكومة إرتريا في هذا الوقت. وأجرى الرئيس السياسي أفورقي ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عصر اليوم السبت في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية بورسودان جلسة مباحثات رسمية مشتركة تركزت حول تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في السودان والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الرئيس السياسي في اللقاء موقف إرتريا الثابت والمبدئي من وحدة واستقرار السودان، موضحا بأن إرتريا ستقف إلى جانب الشعب السوداني حتى تحقيق السلام الدائم. من جانبه ثمن الفريق البرهان موقف إرتريا تجاه الشعب السوداني النابع من العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين، مؤكدا بأنهم سيعملون على الدفع بها وتمتينها لما فيه خير البلدين. يذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قام بزيارة عمل رسمية إلى إرتريا في 10 أبريل من العام الجاري. كما قام وفد حكومي سوداني رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بزيارة عمل يومي 9 و10 من أكتوبر المنصرم. أفاد خبراء الزراعة بأن البذور المحسنة بتزايد استخدامها في الإقليم الجنوبي. وأوضح مسؤول وحدة تنمية البذور السيد كفل مريم عند برهان أن البذور المحسنة المنتجة في معهد حلحلة للأبحاث الزراعية تتكيف بشكل جيد مع البيئة ومقاومة الآفات والأمراض. وقال إن العمل يجري على تغيير الأنشطة الزراعية التقليدية من خلال إدخال بذور مختارة وبرامج أخرى، مشيرا إلى أن البذور المحسنة تعطي إنتاج مضاعف مقارنة بالبذور المحلية. وأوضح أن القمح على سبيل المثال الذي كان ينتج 8 كنتال للهكتار يمكنه الآن إنتاج 30 إلى 60 كنتال باستخدام البذور المحسنة، داعيا المزارعين على تخزين البذور بشكل منفصل وسليم. وذكر خبير تنمية البذور السيد برهان فرزقي أن البذور المحسنة يتم تنميتها بانتظام في الإقليم الجنوبي منذ عام 2017، موضحا بأن بذور الذرة والذرة الشامية والشعير والقمح المحسنة وجدت القبول الجيد من المزارعين. ودعا المزارعين لاستخدام البذور المحسنة لإنتاجيتها العالية واتباع إرشادات المهنيين الزراعيين. نظمت إدارة الإقليم الأوسط ورشة عمل في أسمر يوم 26 من نوفمبر للمساعدة في زيادة جودة وعدد المسابقات الفنية والثقافية التي أقيمت بين 16 مديرية عام 2025. وأوضح مسؤول الثقافة في قسم الثقافة والريادة السيد سراج محمود في الكلمة التي ألقاها، أوضح أن هدف الورشة هو تقييم نقاط القوة والضعف لعام 2025 وإنشاء أرضية متينة للقيام ببرامج أفضل عام 2026
2025 لاستكشاف الإمكانات المهنية للشباب. وقدم أعضاء لجنة المسابقات الثقافية ورقة نقاش مبنية على تقييم الرقص والموسيقى والدراما والشعر الذي قدمه طلاب الشباب، وقدموا إرشادات لتنظيم أفضل ومحتوى أفضل في المستقبل. وقال المدير العام لقسم الثقافة والريادة السيد أسمروم جابر إن العروض الثقافية والفنية التي قدمت في شكل مسابقات كانت ممتازة، مؤكدا على أهمية توصيات لجنة التحكيم في المستقبل. وقال المدير العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد الزرقي تولد برهان إن المنافسات الثقافية الفنية كانت قوية وممتازة، وشكر جميع الفنانين ومدراء المديريات وشركاء العمل الذين عملوا بجد لجعل البرنامج ناجحا. أقيمت ورشة عمل في إقليم عنسبة لتقييم نتائج امتحانات الصف الثامن والثاني عشر والوطنيتين على مستوى المديريات يوم 27 و 27 من نوفمبر الجاري. وأكد مسؤول التعليم بالمديرية الأستاذ إدريس عبدو أن الجهود تبذل لزيادة تغطية وكفاءة الخدمات التعليمية، وشرح بالتفصيل الاستعدادات لامتحان الصف الثامن الوطني والنتائج التي تم الحصول عليها. وذكر أن نسبة النجاح في امتحان الصف الثامن الوطني ارتفعت بنسبة تزيد عن 11% مقارنة بالعام الماضي، مضيفا أن تعزيز العلاقات الثلاثية ساهم في تحقيق هذه النتائج. وأضاف أن عدد الطلبة الذين حصلوا على الدرجات والدبلومات والشهادات في الامتحان الوطني في ازدياد من الدفعة 34 وحتى 37 للخدمة الوطنية. وحث ممثل امتحان الصف الثامن الوطني في فرع التعليم بإقليم عنسبة الأستاذ حامد عثمان المدارس حثها على معالجة نقاط الضعف لديها في وقت مبكر حتى يمكن الحفاظ على التقدم الذي أحرز وتعزيزها. وأكد المشاركون على ضرورة إيجاد حلول لمشكلة النقص في المدارس وتوفير المواد التعليمية الكافية وتقديم المساعدة المشجعة للمعلمين والطلاب وتعزيز التكامل والعلاقات الثلاثية. وقال مدير مديرية حقات السيد إدريس محمد حامد ورئيس وحدة التعليم الابتدائي بإقليم عنسبة الأستاذ عبد إسماعيل إن جودة التعليم في المديرية شهدت تحسنا بفضل الجهود القوية والمراقبة الجادة. يوجد في مديرية حقات أكثر من 16,000 طالب في 60 مدرسة من مرحلة الروضة إلى المرحلة الثانوية. انخفضت المشاركة في برامج التعليم للبالغين بنسبة 28% في مديرية عدائيح وفقا للتقييم الذي تم إجراؤه. قال مسؤول برنامج تعليم الكبار الأستاذ كايري رمضان إن عدد المشاركين في 19 نقطة تعليم تم بناؤها في 9 دارات الضواحي في العام الدراسي 2024 انخفض من 560 إلى 406 هذا العام. حدد مسؤول خدمات التعليم في المديرية الأستاذ بياني تسفاي نقاط القوة والضعف في البرامج، وحث اللجنة والإداريين على تعزيز دورهم في محو الأمية من المواطنين. وحث المشاركون القرى النائية على تجمعها لأن السبب الرئيسي هو تشتتها. وذكر مدير مديرية عدائيح السيد هبتاي تسفازجي بدوره أن إدارات الضواحي في المنحدرات الشرقية هي التي تحتاج إلى برنامج التعليم للكبار، وتوجد هناك 109 قرية في 21 إدارة الضاحية تابعة لمديرية عدائيح. نظم فرع التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر دورة تدريبية حول صحة الطلاب لمعلمي المدارس الابتدائية والثانوية في الفترة من 24 وحتى 26 من نوفمبر في مدينة قنداع. ركز التدريب على الأمراض المعدية وغير المعدية بشكل عام والمواد الكيميائية التجميلية وآثارها الصحية بشكل خاص. وذكر مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة الأستاذ محمد عبد الله أن تخريج الطلاب مؤهلين عقليا وجسديا يعد من أولويات عملية التعليم والتعلم، مذكرا في الوقت ذاته الطالبات بضرورة الوعي بمخاطر المواد الكيميائية المستخدمة في مستحضرات التجميل وتجنب استخدامها. وأفاد المشاركون أنهم وجدوا التدريب مفيدا لصحة الطلاب وخاصة في أنشطتهم، وحثوا على إيلاء البرنامج مزيدا من الاهتمام والتوسع.
تبرع عمال المؤسسات الحكومية في إقليم عنسبة المنضوين تحت فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بأكثر من 1,300,000 نغفة هذا العام لأسر الشهداء عامة وأبناء الشهداء خاصة. وأفاد التقييم الذي أجري في 26 من نوفمبر بأن التبرع الذي اقتطع من رواتب العمال الشهرية قدم ل 714 أسرة، وأن الدعم المقدم للطلاب المتواجدين في مختلف مراحل التعليم سيستمر حتى يكملوا تعليمهم الجامعي. وشكر مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة السيد ملؤ تسفى مريم ذكر عمال المؤسسات الحكومية على دعمهم وحثهم على تعزيز ثقافة الدعم هذه. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أعلن الجيش المالي تدمير مواقع ومخابئ تابعة للجماعات الإرهابية في مناطق متفرقة من شمال ووسط البلاد، بينما أعلن تنظيم القاعدة أنه قتل ما لا يقل عن 7 جنود من الجيش المالي خلال مواجهة مع دورية للجيش جنوب البلاد. وقال الجيش في بيان صحفي إنه نفذ ضربات جوية دقيقة في منطقتي موبابتي وسط البلاد وميناكا شمال شرق البلاد، وأسفرت هذه الضربات عن تدمير مخزن وقود تابع للإرهابيين قرب سوفارا. من جهة أخرى أعلن الجيش تدمير قاعدتين إرهابيتين في ميناكا، مشيرا إلى أن الأولى على بعد 30 كيلومترا شرقي تيدرمن والثانية على بعد 80 كيلومترا شمال ميناكا. وأوضح أن هذه المواقع كانت تستخدم لحشد المقاتلين وتخزين المعدات وتنسيق الهجمات ضد المدنيين والوحدات العسكرية وفق نص البيان. تعهد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين تعهد بمواصلة استيراد المحروقات الروسية، وتباهى بذلك في تحدي جديد منه للاتحاد الأوروبي. وقال أوربان في تصريحات تلفزيونية: أريد أن أؤكد أن إمدادات الطاقة من روسيا تشكل حاليا أساس إمدادات الطاقة في المجر وستظل كذلك مستقبلا. وأضاف: لم نتخلى عن التعاون في أي مجال رغم كل الضغوطات الخارجية. ويقيم رئيس الوزراء المجري علاقات جيدة مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي بوتين، ولم يسعى إلى تنويع واردات بلاده على صعيد الطاقة منذ بدء الحروب في أوكرانيا على عكس العديد من جيرانه الأوروبيين. من جانبه قال الرئيس الروسي إنه سعيد للغاية باستمرار العلاقات بين البلدين التي قال إنها مبنية على البراغماتية. وقد يثير هذا الاجتماع حسب مراقبين غضب الاتحاد الأوروبي الذي يحاول إنهاء الاعتماد على المحروقات الروسية ويواصل تبني العقوبات للضغط على موسكو لإنهاء النزاع الأكثر دموية في القارة منذ الحرب العالمية الثانية. أعلنت الحكومة الإسرائيلية إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية على خلفية اتهامه بتدبير هجمات تستهدف مراكز يهودية في مدينتي ملبورن وسيدني. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ في بيان إن حكومتها صنفت الحرس الثوري كيانا إرهابيا. ويأتي هذا القرار بعد أشهر من طرد السفير الإيراني و3 دبلوماسيين وتعليق كامبيرا لنشاط سفارتها في طهران واستدعاء سفيرها. وأعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن استيائها من تصنيف الحرس، وقالت في بيان إن القرار يشكل انتهاكا للقواعد والأعراف القانونية الدولية المتعلقة بالسيادة الوطنية للدول. أسفر استدعاء شركة إيرباص الأوروبية ل6,000 طائرة من طراز A320 الأكثر مبيعا عن اضطراب في حركة الطيران في مختلف دول العالم، شمل إلغاء العديد من الرحلات الجوية وتأخير أخرى. وقالت إيرباص في بيان إن حادثا وقع مؤخرا لطائرة من طراز A320 كشف أن الإشعاع الشمسي الشديد
قد يفسد بيانات حيوية لعمل أنظمة التحكم في الطيران، ويتضمن الإصلاح بشكل رئيسي العودة إلى برامج كمبيوتر قديمة، ولكن يجب تنفيذه قبل أن تتمكن الطائرات من التحليق مرة أخرى. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس أفورقي يقوم بزيارة عمل رسمية إلى السودان. تزايد عملية استخدام البذور المختارة في الإقليم الجنوبي. تنظيم ورشة عمل لتطوير النشاط الثقافي الفني في الإقليم الأوسط. تنظيم القاعدة يعلن مقتل نحو 20 جنديا ومسلحا في هجمات ضد دول الساحل. الرئيس المجري يتحدى أوروبا ويتباهى بالنفط الروسي. وأستراليا تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. مشاهدينا، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العمل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.